هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في ساعة مساء السبت 26 من يوليو 28 من رمضان المبارك، الذي يودعنا راجين من الله أن يعيده علينا والوطن خالي من هذه الطقمة الظالمة الغاشمة. نستهل الساعة بقراءة لمآلات الوضع المالي والاقتصادي في ظل سياسات النظام الخرقاء، ثم نعيد عليكم تقديم اللقاء الذي أجريناه مع الأستاذ إدريس همد القيادي في تنظيم جبهة التحرير الإريترية المعارض. وقتا طيبا أرجوه لكم مع فقرات برامجنا. صوت المنتدى. مآلات الوضع المالي والاقتصادي
في ظل سياسات النظام الخرقاء. تلوح في الأفق نذر انهيار شامل للمنظومة المالية والاقتصادية في إريتريا بعد القرار الجائر الذي اتخذته البنوك الإريترية، والذي يقضي بتجميد الأرصدة المودوعة بالعملات الأجنبية أو ما يعرف بالعملة الصعبة، وتحديد سقف السحب وإلزام المودعين باستلام المبلغ المسموح بالعملة المحلية وبالسعر الذي لا يعادل فعلا إلا ربع قيمة المبلغ بالدولار. لذلك رفع الجميع الثقة عن المؤسسة المالية والاقتصادية الإريترية، وأصبحت التعاملات تتم وفق المصلحة التي تفرضها ظروف معينة على المودعين، تتمثل فقط في غياب بدائل أخرى. وبالرغم من أن هذه القرارات أتت بعائدات محدودة للحكومة، لكنها أيضا جرت عليها وابلا من الأزمات المتلاحقة، فقد عزف الناس عن إيداع مدخراتهم في البنوك، وقصد البعض عدم سداد القروض، وابتدع الجميع سوق موازية لصرف العملات الصعبة والأجنبية، سوق واقعية وعادلة، وإن كانت ولم تزل تتنامى خارج القطاع القانوني. وزادت وطأة ذلك الواقع مع استمرار الحكومة في الاعتماد على البنوك المحلية لسد الفجوة التمويلية في ظل غياب التمويل الأجنبي، في حين تزايدت معدلات العجز في موازناتها. وكانت النتيجة هي ما اعترفت به الحكومة في إطار محدود، حيث خرجت اجتماعات التقييم النصف سنوي لأداء القطاع الاقتصادي في إريتريا التي عقدت يوم الثلاثاء 15 من يوليو الجاري، بتقييم أن العمل المصرفي يمر بنكسة كبيرة جراء السياسات العقيمة والمتابعة المنعدمة وعدم اتباع الخطوات التي تضمن استرداد القروض وتحقيق أرباح للبنوك، بالإضافة إلى تأثيرات التصنيف الدولي السالب للنظام المصرفي الإريتري نتيجة الأوضاع السياسية المتأزمة وانكشاف المصارف المتزايدة على ديون الحكومة، واستمرار النظرة المستقبلية السالبة للاستثمار الأجنبي والسياحة وثقة العملاء، ما أدى إلى ضعف النمو الائتماني للمصارف والحد من نشاطاتها. وفي ذات السياق توقعت لجنة الخبراء الاقتصادية التابعة للبنك المركزي الإريتري تدهور مقاييس جودة أصول البنوك، مع منادات بضرورة إعادة هيكلة قروض المؤسسات والأفراد. لكن لجنة الخبراء ولدواعي سياسية فيما يبدو رجحت أن تظل المصارف تتمتع بتمويل جيد بفضل ودائعها القوية المدعومة بتحويلات الإريتريين المغتربين، مؤكدة أن ذلك يجنبها الاعتماد على تمويلات أكثر خطورة من الأسواق المحلية أو الخارجية. وهنا نرجع ذلك لأسباب سياسية فقط، لأنه لا يمكن للجنة الاقتصادية الرسمية أن تتجرأ وتجهر بالقول أن موقف المهاجرين والمغتربين الإريتريين واضح جدا، وليس من بينهم من يعتمد المصارف الرسمية كوسيلة للتحويلات أو حتى الإيداعات، وهذا الموقف هو الذي أحدث الفرق والخلل. أما التمويلات الأكثر خطورة فالمقصود بها أن تدفع الحكومة دفعا إلى الاقتراض بشروط صعبة تجعلها مجبر على إدخال واردات لم تزل حتى الآن خارج الدورة المالية والاقتصادية، مثل مدخلات تعدين البوتاسيوم والنحاس والذهب. إلى ذلك وصل الاجتماع باتباع ترتيبات عاجلة تمثلت في إعادة النظر في القروض الممنوحة للمؤسسات والأفراد ووضع آلية لاستردادها، وتقليص الأرباح عن الودائع في مضماري الاستثمار والادخار، ورفع الأرباح عن القروض التي ستمنح اعتبارا من العام المقبل، ووضع تعديلات مالية لأسعار وأرباح سندات الاستثمار في مشروعات القطاع العام مثل شركة إريتيل للاتصالات ومؤسسة التأمينات، والتركيز على سندات الإيرادات مثل رسوم استخدام الطرق والجسور والمواقف وإيرادات الضرائب والجمارك وغيرها. ووصف الاجتماع كل ذلك بأنه إعادة ترتيب داخلي مع تراجع فرص الحصول على تمويل خارجي في الوقت الراهن، وأكد على أن فرص تدارك الأخطار المالية على إريتريا لا تزال متاحة. إذن فالسياسات القادمة مزيد من الضغط على المواطنين، والحلول أيضا لم ترفع أي عبء عن كاهل المسحوقين، بل أتت بأعباء جديدة في واقع وصفه المراقبون الاقتصاديون بأنه غير مرجى منه، حيث يستبعد انخفاض العجز في الموازنة في العامين المقبلين، لأنه لم تعد في إريتريا موازنة سنوية، هي في أفضل الأحوال دورية كل 3 أشهر
تركزت اهتماماتها فقط على توفير المرتبات والوقود وبعض السلع الاستهلاكية. إذن هي موازنة مؤقتة لأغراض محددة. الواضح أن المواطن العادي يشعر بالعجز المريع في الموازنة الحكومية، ويتعامل بشكل يومي مع سوق الأوراق المالية الموازي كما يتعامل البعض مع البنوك، ويرصدون مدى التردي في الأداء وحجم العجز عن توفير السيولة اللازمة. فهنالك بعض البنوك تطلب من عملائها تقديم طلبات سحب ودائعهم قبل يوم أو اثنين، مما يشير إلى عدم تمكنها من توفير النقد، في الوقت الذي تعجز بعض البنوك عن استلام الودائع لعجز في الكادر البشري. أما شريحة الساسة الكبار والقائمين على أمر العمل الاقتصادي والمالي في إريتريا فهم أيضا يتحسسون الأخطار المالية الداهمة، لكن الصعوبة تكمن في استحالة تطبيق الإصلاحات أو مجرد الحديث عنها. ختاما نطرح كما اعتدنا أسئلة تفتح آفاقا لمن يهمه الأمر. ترى هل ستثمر السياسات المالية الجديدة؟ وكيف سيتم الإعلان عنها؟ وما مدى استجابة الجمهور لها، خصوصا وأنها موغلة في تسبب مزيد من الأزمات وجر الأذى لهم؟ هل سيستمر المواطنون في إيداع مدخراتهم في البنوك الإريترية؟ هل يمكن أن يشرع الجميع في سحب ودائعهم جملة واحدة؟ هل ستدخل الحكومة عائدات التعدين في العملة الاقتصادية أم ستصر على اعتبارها رصيد خاص؟ كيف سيكون موقف المستثمرين الأجانب والمحليين من كل هذه الفوضى؟ إلى حين إعلان هذه السياسات الخرقاء نقول: إن استمر الوضع المالي والاقتصادي على هذا الحال فالنتيجة ستكون انهيارا للنظام المالي والاقتصادي وخسارة فادحة للمودعين والمستثمرين، ولن يكون هنالك أي تعويض في ظل غياب القوانين. منظمة التعاون الأريترية التنمية الديمقراطية وتحت شعار احتلال مهرجان هيدفدا في ستوكهولم تدعو جميع الأريتريين المهتمين إلى وقفة احتجاج كبيرة ضد المهرجان الذي يطيل من أمد معاناة شعبنا تحت نير النظام الجائر. فمهرجان هيدفدا المزمع إقامته في الفترة الواقعة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس 2014 يجب أن يتم إيقافه بكل الوسائل المتاحة. وتهدف حملة احتلال مهرجان هيدفدا إلى وقف مثل هذه المهرجانات التي تخدم الدكتاتور الذي يسعى إلى اضطهاد شعبنا في الداخل وإلى قتل شبابنا الإريتري. تعالوا وشاركوا معنا في وقفة الاحتجاج، وذلك في يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2014 من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء. المكان إيجابي جورد فولكيت بارك، الواقع في المساحة الفاصلة بين أكالا وتونستا بعد أخذ المنعطف الواقع بالقرب من محطة الوقود شل. وتتضمن الوقفة الاحتجاجية ما يلي: إلقاء كلمات، ترديد الشعارات، والتوقيع على مذكرات الاحتجاج. مرحبا بكم. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير. أحييكم مرة أخرى في حوار المنتدى. وفي حوارنا لهذا اليوم نستضيف الأستاذ إدريس حمد، وهو عضو المجلس المركزي وعضو إدارة العلاقات الخارجية في جبهة التحرير الإريترية، حيث سنناقشه في تنظيم جبهة التحرير الإريترية، أين يقف الآن، مآلات الأمور
في ظل المعارضة، وهو أحد أعمدة المعارضة وغيرها من المحاور. أرحب بك أستاذ إدريس وأشكر لك قبول دعوة صوت المنتدى. شكرا لك الأخت أمال، وشكرا لإدارة المنتدى على هذه الدعوة الكريمة، ورمضان كريم للجميع. رمضان كريم عليك وأهلا بك. دعني أبدأ معك أستاذ إدريس وأعود بك إلى الوراء قليلا. عندما نقول جبهة التحرير الإريترية، وهو أحد الفصائل التي يعني كانت بعد حركة 25 مارس، وما تزال هذا التنظيم يحمل نفس الاسم، جبهة التحرير الإريترية. أين يقف من هذا الاسم بعد هذا التاريخ الطويل؟ شكرا. حقيقة السؤال مهم أنا في وجهة نظري، والسؤال غير يعني مطروق، وفي تقديري يعني الإجابة تتحمل أوجه كثيرة يعني، ولها أن جبهة التحرير الإريترية كاسم هو اسم تاريخي طبعا كما معروف للجميع. نعم. أن هذه التجربة هي تجربة امتدت من 1900 من شهر 6 1960 بعد تأسيس التنظيم في القاهرة، مرورا بالكفاح المسلح، ثم التجربة المعروفة للجميع والتي لا يسع المجال للخوض فيها كثيرا. نعم. لكن هذا الاسم كما تفضلت أنت بعد 25 مارس، وهي بعد أو بالأحرى بعد ما حصلت الأزمة السياسية والتنظيمية للتنظيم وحالة الانكسار والتراجع ودخول التنظيم إلى معسكرات تهداي وكراكون. نعم. حصلت 25 مارس. التنظيم ظل محافظا على اسمه واستمر بهذا الاسم إلى هذه اللحظة. طبعا هنالك ليس قدسية للأسماء كما معروف للناس، ولكن هنالك رمزية لكل اسم. نعم. اسم له رمزيته وله يعني دلالاته وله معانيه الكثيرة. هذا فضلا على ارتباط هذا الاسم في وجدان المجتمع الإريتري على أنه هو اسم تاريخي أسسوا به الكفاح المسلح بتاعهم، وبالتالي على الجماهير الإريترية ترى هذا الاسم بفهم يعني إن لم نقل قدسية فهو بالنسبة لهم يشكل رمزية محددة ضمن الرمزيات النضال الإريتري أو كحالة تاريخية نقدر نسميها يعني. نعم. نحن في جبهة التحرير الإريترية كتنظيم نعم. لا زلنا نتمسك بهذا الاسم لهذه الرمزية. كما أن المؤتمرات كفيلة بأن تغير طبعا زي ما أنت تفضلت أنه كثير من القوى السياسية اللي كانت تحمل نفس الاسم أو الاسم مزيل بأسماء كثيرة أو بمزيل مجلس ثوري، مجلس وطني، نعم. مجلس غيره، ولكن تظل يعني هذه الأسماء كانت لها قدسيتها وعندهم نظرة لها، ولكن يعني من خلال المؤتمرات تم يعني تجاوز أو ربما رأوا أنه يعني يتم تغييره. نعم. لا زلنا نرى أنه في هذا التنظيم أن هذا الاسم فيه الرمزية بالنسبة لنا وبالنسبة لجماهيرنا وللشعب الإريتري عموما، وبالتالي هي إحدى التجارب المهمة والأساسية والتي لا يمكن أن يغفل عنها التاريخ. مهما إذا ذكرنا إريتريا وتحدثنا عن النضال الإريتري فلا بد أن تكون جبهة التحرير الإريترية هي الحاضر الأول والحاضر القائم في هذا النقاش. نعم بالتأكيد أخ إدريس، ولكن هنا دعني أستوقفك قليلا. بالرغم أن جبهة التحرير الإريترية طبعا هو تنظيم طليعي يعني في الحركة النضالية الإريترية عموما، الثورة الإريترية، وتنظيم رائد، ولكن الآن أحداث كثيرة حصلت على مستوى الساحة الإريترية، على مستوى الثورة، على مستوى النضال، وتجاوزتها إلى أن وصلنا إلى التحرير وما بعده. عندما نقول جبهة التحرير الإريترية قد يخطر على البعض أنه يعني تجاوزت الأحداث هذا الاسم. ليست جبهة التحرير الإريترية كرمز لنضالنا الوطني، ولكن تنظيمات ما بعد 25 مارس ربما تجاوزتها الأحداث، وربما يوحي ذلك بأن هذا التنظيم ما زال يقف على المرحلة القديمة في النضال من أجل التحرر. هل ممكن أن يعني يوحي لك هذا بشيء مثل هذا التفسير؟ أبدا، يعني أنا ممكن يعني أتناول المسألة دي من نقاط محددة. أولا فيما يتعلق بالاسم والاستمرارية في الاسم زي ما ذكرت أنا محازف فيه كثير، ولكن فيما يتعلق بالتنظيم وحالة الحراك السياسي وحالة المتابعة اليومية وقراءة التاريخ والاستنباط العبر منه، التنظيم بدأ يتجدد ويجدد في خطابه السياسي من خلال يعني التعامل معه. نحن في جبهة التحرير الإريترية كتجربة قديمة
لو أنت بتتذكري طبعا وأنت جزء من هذه التجربة في السابق، نعم. الرجال المتحدة الإريترية هي تنظيم النظام الإداري والتنظيمي بتاعه هو ديمقراطية مركزية، والمركزية الديمقراطية كما هو معروف في الأسس والنظم الديمقراطية بتاعه. ولكن نجد أن هذا التنظيم انفتح الآن وطرح أطروحات جديدة، طرح مسألة الحكم اللامركزي، طرح مسألة الاقتصاد الحر، طرح يعني مسألة المشاركة السياسية ومشاركة يعني الواسعة في القرار السياسي، الإيمان بالتعددية السياسية والشراكة السياسية في إطار وطن إريتري يسعى الجميع، المواطنة أساس الحقوق. كل هذه قضايا تعتبر قراءات جديدة وطرح يعني فيه تطوير لفكر وممارسة الحزب للفهم الديمقراطي الليبرالي نسميناه، أو الفهم الديمقراطي بشكل عام اللي هو التعددي ذات المضامين الكثيرة، من ضمنها الليبرالية، من ضمنها تتحمل الكثير من الأوجه الديمقراطية المعروفة لدى الجميع. نعم. جانب. نعم. في حتة ثانية وبرضه أهم منها في تقديري مهمة، هو التنظيم بعد 25 مارس خاض تجارب كثيرة، فشل في كثير ونجح في كثير، حصلت انتكاسة هنا وتراجع هناك، وحصل إشراق هنا وإخفاء هناك، ولكن التنظيم بدأ يعني حتى في إطار كادره وفي إطار القيادات المتدرجة فيه حصل فيه تغيير كثير. ولها مثلا الوحدة الاندماجية التي تمت بينه وبين جبهة التحرير الإريتري المجلس الوطني، أو معروف عند الإريتريين باللجنة الثورية مثلا. نعم. هذا هو نوع من تحديث لطبيعة يعني البشر الموجود فيه واستمرارية ورفضه بدماء جديدة في التنظيم. يعني كان التنظيم أيضا سباق في أنه يكون عنده يعني رؤياه حول ما يحدث في الساحة الإريترية وقراءته للأحداث بعد التحرير بالتحديد وبعد إعلاننا بالاستقلال. نعم. وبالتالي كان له ستيتمنت أو عنده يعني مانيفستو واضح حول رؤيته لمستقبل إريتريا في ظل نظام الجبهة الشعبية الحاكمة أو نظام الهجدف فيما بعد، ما عرف بنظام الهجدف بعد مؤتمر نقفة 1994. نعم. ولكن أستاذ إدريس، كل ما ذكرته الآن من رؤية التنظيم والاستراتيجية التي يقوم عليها هذا التنظيم على أرض الواقع، الكثيرون يحججون أن هذا التنظيم ليس فعالا كفاعلية اسمه على أرض الواقع. يعني لا نرى يعني حشد جماهيري له، لا نرى نشاطات واضحة بشكل يعني يواكب المرحلة التي تمر بها المعارضة الإريترية بشكل عام. يعني كيف ترد على مثل هذه التساؤلات يعني حول التنظيم وفعاليته على أرض الواقع؟ التنظيم يعتبر أول حاجة يعني من ضمن الأشياء المهمة والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار أن هذا التنظيم يناضل في ظرف استثنائي. ليس في ظرف جبهة التحرير الإريتري السابق، ليس في مرحلة النضال المسلح، ولا في مرحلة تواجد النصير والصديق. هذه مسألة يجب أن يعني الإنسان ينتبه لها ويقرها من ناحية المبدأ. نعم. ثم أن التنظيم على الرغم من كل هذا يعتبر التنظيم القائد والسباق في تأسيس مظلات جامعة لقوى المعارضة، بدءا من تحالف القوى الوطنية، كان يشكل من 3 تنظيمات اللي هم الحركة الخلاص في ذلك الوقت، وجبهة التحرير المجلس الوطني وجبهة التحرير الإريتري، ثم التجمع الوطني الإريتري، ثم التجمع الديمقراطي، ثم التحالف الوطني، ثم التحالف الديمقراطي الإريتري المعروف لدى الناس. والآن برضو هو أحد أعمدة وأساس يعني الذي بني عليه هذا العمل، ومشارك بفعالية في تكوين هذه المظلات، إضافة إلى ما عرف بالمجلس الوطني والذي عقد مؤتمره الأول في أواسا في قبل 2 سنين. إذا يعني التنظيم من حيث الحضور حاضر. نعم. من حيث الفعالية بتلك هذه طبعا يعني نقدر نقول يعني قراءات من شخص لآخر تختلف، ولكن في وجهة نظرنا أن التنظيم على قدر ما يعانيه وعلى قدر ما يحتريه من مصاعب، لا زال التنظيم فاعلا في إطار معسكر المعارضة وفي إطار الجماهير الإريترية، بالذات في مواقع تواجد العدد الكم من اللاجئين في المعسكرات، اللاجئين في السودان، معسكرات اللاجئين في اليمن، معسكرات اللاجئين في اثيوبيا إلى حد ما. نعم. إضافة إلى كده يعني التنظيم حتى في أوروبا، صحيح هذه الفعالية قد لا تكون بنفس الفعالية التي نراها في مواقع معسكرات اللجوء، ولكن
أيضا في مناطق المهجر التنظيم موجود في كل منطقة وفي كل مدينة من مدن أوروبا وفي كل دولة من دول أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية. نعم. نجد هنالك وجود تتفاوت فعاليته من موقع لآخر ومن على حسب حجم العضوية وعلى حسب النشاط المعارض نفسه، ولكن تظل جبهة التحرير الإريترية هي واحدة من هذه القوى الفعالة والمؤثرة في عمل المعارضة. طيب، هنا يعني أعود بك قليلا إلى ما ذكرته أن يعني التحالفات التي دخل فيها التنظيم واندماجه في يعني يقال أنه تنظيمين في تنظيم واحد، وهناك انتقادات حول أداء التنظيم بأن يعني وجود مثلا رئيس التنظيم أستاذ حسين خليفة على رأس هذا التنظيم وعدم يعني أداء الدور المطلوب منه بأنه موجود في أديس أبابا، وأنه لا يؤدي ما يتوقع منه. هذا أضعف التنظيم وأدى إلى خروج أسماء يعني معروفة ومناضلين قدامى من التنظيم وظهورهم في اتجاهات أخرى. يعني ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا برضو عندي رأي في الحتة دي، بأنه يعني ممكن الكلام يكون يعني فيه نسبية، ولكن يعني في واقع الأمر التنظيم لا زال فاعل، وحتى التنظيم طبعا رئيس التنظيم يعتبر هو الرأس والهرم والذي يشرف على النشاط اليومي للتنظيم، ولكن التنظيم له قيادة متدرجة من نائب رئيسي إلى مجموعة. يعني الجهاز التنفيذي يتكون من 11 شخص بما فيهم الرئيس. ده جانب. الجانب الثاني رئيس التنظيم موقع تواجده في أديس أبابا مرتبط بعمل المعارضة نفسه، لأنه هو رئيس المجلس المركزي للتحالف الديمقراطي الإريتري، وهو يمثل التنظيم في آليات المعارضة الجديدة اللي هي تسمى تجمع التنظيمات الإريترية. نعم. وهو عضو المجلس الوطني، عضو في المجلس الوطني، ويعتبر من العناصر المهمة والأساسية في هذا المجلس، وبالتالي موقع تواجد. إضافة لكده الموقع الوحيد الذي فيه اعتراف للتنظيم هو إثيوبيا إلى الآن، وعندنا فيه مكتب رسمي مفتوح. نعم. وده عامل تواجد رئيس التنظيم، ولكن الفعالية بتاعت التنظيم بشكل عام. نعم. يعني إذا تطرقت الحتة مهمة، هي متمثلة في يعني التنظيم قاعد يناضل في ظرف استثنائي. الحالة الاستثنائية للتنظيم تكمن في أنه لا يعني المواقع بتاعت العمل محدودة، يعني إمكانية الحركة ومساحة الحركة. وهذا ظرف استثنائي يشمل كل التنظيمات المعارضة عموما. نفس يعني التنظيمات نعم. التنظيمات إذا أنت ناقشتيها حتناقش معك نفس المشكلة. نعم. لكن يعني بالمقابل نجد التنظيم له يعني حضور أعتقد ما يخفيه يعني حتى الذين قادروا التنظيم. نعم. في فترة على حسب ما ذكرتي. نعم. يعني الآن نجد عدد كبير منهم يعني رجع إلى التنظيم، يعني مثلا أخونا أحمد سكرتير وآخرين كانوا جزء من حراك آخر تم تأسيس الحركة الشعبية، وكانوا جزء من مؤسسي الحركة الشعبية، والآن هم رجعوا للتنظيم في بيان لو لاحظت قبل شهر. نعم. مع كثيرة من القوى. الآن نحن نستقبل أفواج أخرى جديدة نتيجة لحالة الحراك بتاعت الساحة الإريترية وحالة المد والجزر والفرز. هنالك يعني ما يعني يربو على 90 كادر. نعم. التنظيمات الإريترية اللي كانوا ناشطين في مجال العمل الوطني في قوى سياسية، تنظيمات أخرى من ضمنها الحركات الإسلامية غير الإسلامية، تنظيمات أخرى أصدرت بيان وانضمت إلى التنظيم في خلال شهر 6 الفات، ومن منتصف 5 إلى 6 الفات أكثر من 3 بيانات صادرة بتؤكد على أن هؤلاء الناس انضموا إلى هذا التنظيم، ونعتقد أنه هذا سوف يؤثر بشكل إيجابي في مسيرة العمل ورفضه من خلال وجود كوادر جديدة عندها القدرة والطاقة والشبابية. هذه يعني انضمامات جديدة أو دمج جديد لتيارات رافدة للتنظيم تقصد؟ نعم. يعني ما هي الخلفية؟ يعني لماذا الآن؟ لماذا؟ على أي أسس؟ ما هي الأسس التي تجمع هؤلاء مع تنظيم جبهة التحرير الإريترية في هذه المرحلة؟ طبعا نحن في جبهة التحرير الإريترية تنظيم وطني عام. الشعار بتاعنا والبرنامج السياسي المرفوع هو تنظيم وطني لكل الناس. نعم. بعيدا عن الفهم الطائفي والقبلي والإقليمي وكذا.
طبعا ده أنا بتكلم عن البرنامج السياسي للتنظيم والبرنامج الخط السياسي للتنظيم العام. وبالتالي أي فرد من الإريتريين بغض النظر عن أي انتماء آخر يرى أنه في هذا البرنامج هو مخرج لمعضلات المجتمع الإريتري، نعم، فمرحبا به. نعم. القوى السياسية أو الأفراد الذين يعني تركوا تنظيماتهم واختاروا الالتحاق بجبهة التحرير الإريترية، وفي جلهم كانوا كوادر صف ثاني وصف أول في تنظيماتهم. نعم. الحزب الإسلامي، المؤتمر الإسلامي، حركة الجهاد الإسلامي اللي هم حركة الإصلاح، تنظيمات سياسية أخرى كانت يعني بدأت تتأسس وثم يعني تراجع هذا نعم. من خلال نقاشات معمقة وحوارات استمرت لأكثر من سنة ونصف مع هؤلاء الشباب، وتوصلنا إلى اتفاق على أن هذا العمل جبهة التحرير الإريترية هو إطار جامع لكل الناس. نعم. إلى الآن بتحمل هذا العمل الكبير، تحمل نفس الرؤية ونفس الطرح، وبالتالي رأى هؤلاء أن هم يعني يقدموا ما يستطيعوا أن تقديمه للعمل الوطني العام من خلال هذا. إذن في ظل هذا الحراك الذي يمر به التنظيم وهو حراك تفاعلي كما تقول لنا الآن، وفي ظل الحراك العام الذي يمر به العمل المعارض في إريتريا ضد الحكم الحالي في أسمرة، وأنتم موجودون يعني موقعكم في أديس أبابا، هناك كثير من التحفظات والعلامات الاستفهام على مدى استقلالية أي تنظيم سياسي ينطلق من أراضي الإثيوبية، ويقال أنه لا يملك أن الإثيوبيين لهم تأثير على القرار السياسي للتنظيمات الموجودة. وهناك أيضا حتى أنتم متهمون بأنكم لا تستطيعون أن تتجاوزوا القرار الإثيوبي وتكونوا مستقلين، دع عنك أن تكونوا فعالين على مستوى العمل المعارض. كيف ترد على هذا؟ في إطار عمل المعارضة الإريترية نجد هنالك أكثر من وجهة نظر. نعم. وتباين في قراءة ما يحدث في الساحة المعارضة. هذا التباين في كثير منه يعني ينطلق من الشك والريبة، وفي جزء منه في بعض الحقائق على الأرض. يعني الإثيوبيين صحيح نحن موجودين في إثيوبيا. نعم. نحن نعتبر من التنظيمات القديمة في إثيوبيا. أقدم تنظيم كان قبلنا هم المجلس الثوري قبل ما يصبح تنظيمين، وطبعا بالتأكيد ساقم ودمحايد كانوا من فترة التحرير، من قبل التحرير معهم. نعم. نحن نعتبر التنظيمات الأقدم، ثم الحق التنظيمات الجهادية، وتم تأسيس ما يعرف بالتنظيمات القومية، الكنامة والعفر وغيره. قراءتنا نحن في جبهة التحرير الإريترية لواقع إثيوبيا ولواقع الحالة الموجودة للمعارضة في إثيوبيا. إثيوبيا دولة عندها استراتيجية، عندها سياساتها، عندها مفاهيم لطبيعة الصراع الإريتري. هذا فضلا على أن إثيوبيا وبالتحديد النظام الحاكم في إثيوبيا يعرف المجتمع الإريتري معرفة يعني أدق عن الأنظمة الإثيوبية السابقة، بحكم العمل الوطني والنضال اللي كان موجود مشترك بينه وبين الإريتريين. نعم. قراءاته وهم بالذات الجناح بتاعت التجراي فيهم جناحهم يعني بحكم القرب وتداخل القبائل والأشياء الكثيرة دي، نجد في معرفة حقيقية بواقع الساحة الإريترية. وبالتالي النظام في إثيوبيا يعني قد يعني وجهة نظرنا فيها أنه هو قاعد يلعب على ورقة التنظيمات الإريترية هذه، بحيث أنه يعني يخلق منها قوة فاعلة وقادرة على مقارعة النظام، ولكن ضمن استراتيجية قد نتفق أو نختلف فيها حوله. فيما يتعلق بجبهة التحرير الإريترية نجد أن الكلام الذي ذكر ربما يعني جانبه بعض الصواب. نعم. لسبب بسيط. نعم. نحن في جبهة التحرير الإريترية إلى الآن نعتبر من التنظيمات اللي لنا قدر كبير من الاستقلالية في التعامل مع الإثيوبيين، وأنا حاسوق مثالين ثلاثة. يعني المثال الأول، نحن أول من طرح لنا تكوين تنظيمات قومية. نعم. مثلا التنظيم يعني تعتبر قيادته غالبية قيادته من الناطقين بلغة التجري، فطلب منا ونحن رفضنا وعلى الملأ. واحد. نمرة اثنين، وده برضو شيء مهم ويعتقد معروف لدى الناس،
الموقف من بيان السيد عثمان قرنليوس عثمان أجار نعم. اسم تنظيم الكنامة، ونحن رفضنا التعامل مع هذا، وكنا بنطرح طرح واضح. وآخر شيء حصل خلال الشهرين الفاتوا عندما حصل اجتماع لتنظيمات المعارضة الإريترية في أديس، كل التنظيمات الإريترية، التنظيمات السياسية، نحن رفضنا مشاركته وخرجنا من الاجتماع. نعم. ثم الآن أخيرا يعني الاجتماع أو القوى السياسية الإريترية تبنت نفس هذا الطرح، وفي الاجتماع الأخير طلبوا من قرنليوس إما يعتذر ويصدر بيان، وإما يعني ما حيكون هو جزء من هذا الاجتماع، وتم طرده من داخل الاجتماع. نعم. يعني ولكن هنا أستاذ إدريس، يعني ألا تعتقد معي أن هذه مواقف قد تحسب لصالح التنظيم بالتأكيد، ولكن هناك أيضا يعني تنظيم يمول من قبل الإثيوبيين، والإثيوبيين كما قلت يعني لهم أجندة ولهم يعني أهداف في تغيير النظام في إريتريا، ولا نعرف كيف يمكن أن يؤثر، ومخاوف أن أي تدخل إثيوبي قد يؤثر على القرار السياسي الإريتري المستقل. ألا تعتقد أن استقلالية التنظيم في ظل تمويل إثيوبي وانطلاق من أراضي إثيوبية وحتى أذونات السفر للاستكشاف ولغيره من القوى العسكرية تصدق من الحكومة الإثيوبية بشكل دقيق، ألا تعتقد أن هذا يضع هذا التنظيم تحت المجهر في مرحلة حساسة في العمل المعارض الإريتري، والنظام يستغل هذا أيضا؟ طيب بس للتوضيح، يعني أنا نعم شايف موضوع الدعم الإثيوبي. أول حاجة يقول أنه الإثيوبيين بيدعموا، نعم، يقول والله الإثيوبيين ما قاعدين يدعموا، مشكورين في دعم، لكن نحن نعتقد أنه هذا الدعم ما على المستوى. يعني الحراك الموجود هو حراك يعني بفن الممكن، الشيء الموجود. نعم. الإثيوبيين قد لا يعني قد يكون عندهم رؤيتهم في اتجاه التحرك، قد يخافوا من تأمين حدودهم، قد يخافوا من وجهتهم، ولكن إذا أنت مستعد أن يكون عندك مبادرة قوية وشجاع، عندك أكثر من طريقة يمكن أن تقدم بها. هنا يعني قبل أن أنتقل معك إلى محور آخر ونحن نتحدث عن التنظيم ما زلنا، سؤال في هذا المحور، أن أنتم يعني قمتم بنوع من العقد اتفاق أو تحالف في الفترة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة مع حزب الشعب، وخصوصا أن بينكم خلفيات تاريخية مشتركة. كيف يسير هذا التعاون الآن؟ اللقاء الذي تم هو لقاء تفاهم ما بين رؤساء التنظيمات، نعم، أو وفدية التنظيمين بالأحرى، وهذا اللقاء يعني هو كان امتداد لمشاورات كانت تجري من وقت مبكر. نعم. التنظيم برئاسة الأخ ديسوس، ثم برئاسة الأخ حامد ضرار، أو الحزب أقصد يعني، ثم إلى أن جاء الأخ من قسام، وهذا استمرار لذاك الحوار. يعني الشيء المتفق عليه هو إيجاد أرضية مشتركة من التفاهم والثقة، بحيث أن القواعد تحت الفروع والكادر والمكاتب اللي وجدت هناك مكاتب رسمية يجب أن تتفاعل مع بعض وتنسق في مجالها وتعمل. والآن يعني قدمت إلينا دعوة للمشاركة في مهرجان فرانكفورت السنوي الذي يقيمه حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. نعم. ده إضافة لكده التفاعل هذا يؤثر بشكل إيجابي في وجهة نظرنا على كل قوى المعارضة الإريترية من خلال إيجاد أرضية مشتركة، وهو حزب الشعب الآن يشارك في اجتماعات الآلية المشتركة للتنظيمات الإريترية. نعم. دعني إذن أنتقل معك إلى محور آخر، وهو ما يحدث الآن في الداخل الإريتري وتغيرات الأحداث على المستوى السياسي. هناك يعني كما تعرف أنت التحولات الكثيرة التي حدثت، والنظام قائم بكل يعني وسائله القمعية على قمع الداخل، وهناك معارضات وإلى آخره من المشهد الذي لا يغيب عنك كتنظيمي وكسياسي وكمتابع. ما هي رؤيتكم أنتم في جبهة التحرير الإريترية لما يحدث داخل إريتريا؟ كيف تقرؤون المشهد السياسي الإريتري حاليا في الداخل؟ قراءتنا للواقع في الساحة، في داخل الساحة الإريترية، تتلخص في أنه هذا النظام يعني
الان في يعني في بيلعب في الاوراق الاخيره بتاعه. بمعنى هذا النظام انا ما اقدر اقول توصيفا بتوصيفه كل القوى وبتطرحها، يعني انه النظام ضعيف والنظام لا، مش بهذا الفهم، ولكن النظام وصل لمرحله من ان لا تكون هنالك يعني حتى البصيص من امل المؤسسيه الذي ربما كان يتشبث به البعض الذي كان موجود في داخل النظام. نعم. النظام اصبح الان مكون في شكل كانتونات، مجموعات بتاعت جنرالات متحكمه في القرار، تسيطر كما تشاء، تعمل كما تشاء، تسجن وتأسر. وارتبط النظام باجندات مختلفه، من ضمنها مثلا التعامل مع اتجاهات مختلفه، تحالفاته مع المعسكر بتاعت ما يعرف الان بمعسكر الممانعه، ايران وسوريا وحزب الله واليمن. نعم. اضافه لكده يعني زيارته الاخيره او زياره الوفد الاريتري الى روسيا ربما اوضحت حاجه، يعني اوضحت هذا المعنى من بالاضافه الى الطوق الذي يعاني منه النظام، لانه ما عنده اي جهه ثانيه يتعامل معها الا الرئه السودانيه. بينه وبين اثيوبيا معروف، بينه وبين اليمن الحاله في اليمن، بينه وبين جيبوتي، السعوديه العلاقه تقرانا، يعني يبقى النظام مختنق اقتصاديا. من لهذا يعني ينسج اي تحالف واي حراك ينسجه بحيث انه يوفر ويؤمن على الاقل الاستمراريه ولو الى فتره، الى ان يجد تحالف اخر. نعم. ده جانب. الجانب الثاني في الداخل، انا اعتقد الشارع الاريتري مهيئ اكثر من زمان. لا تنطلع عليه الان احايين والعاب النظام بانه الوياري جايين والوياري شنو والحضور والكلام الكثير اللي كان يساق في اطار القنوات الاعلاميه بتاعه، اذا كانت مقروءه او مسموعه او مرئيه. لكن الحقيقه نتيجه حاله الكبت اليومي اللي انت ذكرتيها وتفضلت ذكرتيها، وحاله القمع البوليسيه نعم يعاني منها المواطن الاريتري، ربما تكون هنالك صعوبه في انه يعني يلقى المنافذ الحقيقيه. ولكن اذا وجد هنالك حراكا حقيقيا ودعم حقيقي من معارضه الخارج بشكل عام، لان نحن نؤمن في جبهه التحرير الاريتري التغيير الحقيقي هو تغيير المواطن للواقع. نؤمن بان التغيير حيتم من الداخل. ده وجهه نظرنا في قراءتنا للاحداث في الساحه. نعم. إذن بناء على ذلك كيف تعملون مع التنظيمات المعارضة الأخرى على تطوير خطاب سياسي، على الجلوس على يعني توضيح الرؤية السياسية المستقبلية لإريتريا؟ أنا في وجهة نظري هنالك خطاب سياسي. نعم. خطاب سياسي موجود على مستوى التنظيمات، كل تنظيم individuals، وهنالك خطاب سياسي جامع لقوى المعارضة. نعم. خلال عرف بالميثاق العمل الوطني الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمرات التحالف، ثم حتى فيما عرف بمؤتمر أواسا. هذا قد يكون هنالك تحفظات من البعض يقل أو يكثر، قد تكون هناك وجهة نظر حول هذا، ولكن هذا شيء يمكن البناء عليه والتوافق حوله. الحوار المعمق الذي يجري الآن بين قوى المعارضة الإريترية، القوى السياسية، نعم، تسمى بالمظلة الجامعة التي عقدت إلى الآن دورتين من الاجتماعات، هو حوار معمق في هذا الاتجاه، أن يكون هنالك ميثاق شرف يجب الالتزام به، يجب أن يكون هنالك دعم حقيقي للتغيير من الداخل ودعم خارجي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ثم هنالك آلية واضحة لمسألة التغيير. نحن مع تغيير جذري يضمن الحقوق الوطنية لكل المواطنين على قدم المساواة، وتكون هنالك مرحلة انتقالية قراءة لما حدث من أحداث في إطار النظام، في إطار مرحلة النظام الحالي. نعم. عندنا وجهة نظر، مش نحن كتنظيم، حتى القوى السياسية الأخرى اللي نحن شركاء معها عندها وجهة نظر فيما يدور في الساحة. هنالك خلافات وأشياء أو أخطاء قاتلة ارتكبها النظام فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، مسألة الأرض، مسألة الحقوق القومية المطروحة الآن، مسألة الحكم، نظام مركزي لا مركزي، كل الأشياء هذه هو المعارضة متفقة على جلها. أنا في وجهة نظري ربما العامل الأساسي في عدم الاتفاق في بعض الأحيان في بعض النقاط من قوى المعارضة، أنا بتكلم عن قوى المعارضة مجتمعة هنا ولا ما قاعد أتكلم عن مجلس وطني أو نعم أو كذا. قوى المعارضة كلها من خلال المظلة الجامعة الحالية، وطبعا يعني كل التنظيمات السياسية مشتركة فيها، بترى هذا التغيير يجب أن يكون هنالك توافق حوله. هذا التوافق يتمثل في أن نحافظ على الدولة عشان ما تكون هناك دولة فاشلة
وناس تتناحر. ما تنسي أنه في إريتريا في كل قطعة وفي كل حجر وفي كل زاوية هنالك قطعة سلاح، والنظام أراد سوءا أم خيرا أدى لكل مواطن قطعة سلاح، وبالتالي ده سلاح ذو حدين. نعم. يتم تداركه ودراسته وإدارته يعني بشكل صحيح سوف يخلق حالة من الفوضى وحالة من الربكة، وقد نتحول إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. نعم. السياسية الإريترية عموما نعم. ضرورة إدارة هذا الصراع في إطار من المرحلة الانتقالية التي تؤسس إلى قيام حكم وطني ديمقراطي راشد تتساوى فيه كل القوى السياسية من خلال النقاط التي أشرناها. النقاط الخلافية حقيقة والتي الآن توصلنا فيها كقوى سياسية إلى حلول هي مسألة الشراكة، مسألة الحكم اللامركزي مجمل، كل الناس مجمع على هذا الكلام. مسألة الأرض، قانون الأرض، القراءة حول يعني ما حصل، مسألة يعني سياق الدستور وطني ديمقراطي يؤمن الحقوق لكل القوى الوطنية الإريترية، الفئات المجتمعية الإريترية. نعم. هذا الشيء وصلنا. نعم. هنا تتحدث أنت يعني هناك خلفية، يعني هناك تنظيمات من خلفيات يعني تقريبا متقاربة أو متشابهة، اللي هي خلفية جبهة التحرير الإريترية وتنظيمات انبثقت مؤخرا بعد التحرير عن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. هل نتحدث عن أرضية مشتركة، يعني عن رؤية مشتركة، أم نتحدث عن رؤية مشتركة لجانب واحد فقط؟ يعني وهل هناك حقيقة يعني وبصراحة هل هناك إشكالية في التنسيق أو رؤية، خلق رؤية مشتركة أو الوقوف على أرضية واحدة بسبب هذه الخلفيات السياسية؟ أنا في تقدير الخلفيات السياسية بالتأكيد لها تأثير إلى حد ما. نعم. ولكن ما حصل الآن من خلال المظلات السياسية للقوى المعارضة نجد أن التجربتين موجودات. أنا يعني من في حزب الشعب الديمقراطي بشقينه. نعم. وحزب المؤتمر بقيادة تسايبرينجي، والحزب الشعب الديمقراطي الإريتري بقيادة المناضل اسمرهم، فيه خلط. نعم. إضافة إلى كده في كثير من القوى يعني التي التحقت بركب المعارضة من تجربة الجبهة الشعبية وبعد ما حصل في الدولة الإريترية، الآن هم على قناعة تامة وكاملة بأننا في المجتمع الإريتري قوانا السياسية يجب أن نضع تجربة جبهة التحرير الإريترية والجبهة الشعبية كتجارب سياسية تاريخية. نعم. توضع للتاريخ وتقرأ استفادة من الأجيال، ولكن نحن كجزء من هذه التجارب الآن ما نبقى أسيرين لهذه التجارب. علينا أن نؤسس إلى تجارب جديدة يعني خلينا ننطلق إلى الأمام ونسوق تجربة نضالية موحدة لمواجهة النظام القائم. نعم. نعم. دي حقيقة يعني الكل يعتقد الآن مقتنع بها، بما فيها القوى الإسلامية يعني حتى من الآخرين يروا أن هذه هي يعني النظرة الحقيقية. وهناك في انفتاح يعني للمؤتمر، يعني المجتمعات الأخيرة للقوى المعارضة كل القوى السياسية حاضرة وكلها تتحدث بذهن يعني مفتوح ورؤية ثاقبة وعندهم قراءاتهم وعندهم وجهة نظرهم المتكاملة حول ما. نعم. نعم. يعني هذه قراءة يعني جدا يعني مبشرة ومريحة. يعني إذا يعني لأول مرة يعني ألتقي بشخص وأرى أن قراءته تقع في إطار العمل المبشر أو الواقع المبشر للعمل السياسي الإريتري. ما هو موقفكم من هذا الطرح الأخير لأبناء المخفضات؟ فيما يتعلق بالحراك الأخير أو المنظمة التي أطلق عليها المؤسسون من المخفضات الإريترية. نعم. جبهة التحرير الإريترية كما ذكرت التنظيم وطني. نعم. نشارك القوى السياسية وجهة نظرنا، ما يعني لا نعتقد نفسنا نحن، الآخرين يقيمون كيف، طبعا كل له وجهة نظره ونحن نقدر كل الآراء. نحن لا نقيم نفسنا على أننا تنظيم مناطقي ولا تنظيم مرتبط بجهة محددة أو جهة جغرافية أو جهة دينية محددة. نعم. نجم لكل القوى لكل المجتمع الإريتري، وبالتالي حراك المخفضات يعني الذين أسسوه لا يعنينا نحن بشيء. نعم. الذين انضموا إليه أو الذين أسسوه
يعني هم كحالة من الحالة الموجودة في الساحة الإريترية، الحراك الموجود مثله زي الحراك الآخر. ثم على ما أعتقد المطروح هم ربما يروا أن هم منظمات مجتمع مدني مطروح بهذا الشكل، وبغض النظر أنهم مجتمع مدني أو منظمة سياسية. نعم. حراك للذين أسسوه وللذين التزموا به أو الذين يريدون الالتزام به. نعم نعم. في ختام هذا اللقاء أستاذ إدريس حمد، ما هي رؤيتك العامة التي يعني ممكن أن تصيغ لي بها في إطار توحيد الجهود أو الدفع بعجلة التغيير، يعني وخصوصا أن المرحلة تتطلب بالفعل يعني تصعيد فعالية العمل المعارض؟ ما هي الآليات التي برأيك تستطيع أن تدعم وتساعد العمل المعارض أن يكون يعني مهيئا للمرحلة القادمة بشكل أفضل؟ أنا في تقديري مزيدا من الجهد والعطاء في هذا الاتجاه. أولا علينا التوقف من أن يكون هنالك هجوم إعلامي من طرف لطرف آخر. نعم. نوجه كل أنشطتنا وكل عملنا وكل طاقاتنا إلى مقارعة هذا النظام. الأولوية تكون لمقارعة هذا النظام وإسقاطه، لأن هنالك في معاناة حقيقية من الإريتريين. الشباب قاعد يموت. على القوى المعارضة الإريترية أن يصب جهدها نفس هذا النظام وإسقاطه، والعمل على إسقاطه ليل نهار. العمل دبلوماسي، عمل إعلامي، نعم، جماهيري، تعبئة جماهيرية، وكلنا نوحد طاقاتنا في هذا الاتجاه مع العمل اليومي الدؤوب في أنه نقرب وجهات نظرنا عشان نطلع بميثاق جامع لكل القوى التي لم تلتحق بالميثاق التي ذكرته. يجب أن يكون الكل يشمل هذا الميثاق وتشارك فيه وتصنعه، بحيث أنه لما يكون في تغيير الكل يشارك في هذا التغيير ويكون موجود وحاضر وفاعل، بحيث أنه نقدر نبني مجتمع ودولة إريتريا. الشعب الإريتري يستاهل أكثر من كده. شعب ضحى 30 سنة في قتال، ثم 25 سنة في اضطهاد سياسة الفورقي. نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إدريس حمد، وأترك لك كلمة أخيرة إذا كان هناك شيء تود أن تعكس عليه قبل أن نختم لقائنا هذا. أنا حقيقة إذا في شيء لفت نظري نعم وأحب أن أنوه إليه، لأنه إذاعة المنتدى أصبحت إذاعة مهمة ومسموعة، وكثير حتى من الناس الداخل بتصل عندنا أسرنا وأهالينا في الداخل. نعم. يعني إذاعة مهمة وبتنسمع بشكل يعني مش عادي يعني. وبالتالي يعني أنا أعتقد هذه إضافة لكده. أنا يعني استمعت إلى برامجكم الأسبوعية الفاتت وقبله، وهذه اللقاءات الراتبة اللي مع القوى السياسية مع التنظيمات الإريترية اللي قاعدين تعملوها هي في حد ذاتها يعني مشاركة فاعلة ومهمة وأساسية لتقريب وجهات النظر بين هذه القوى السياسية. نعم. دوركم وحضور هذا البرنامج بهذا الشكل وبهذه الفاعلية سوف يؤثر ويساعد كثيرا في بناء الثقة، ولكم جزيل الشكر. وأنا أيضا أشكرك. ونحن هذا المحور نحاول قدر الإمكان أن يكون محور مفتوح للجميع، ويهدف فقط لإيصال المعلومة، لتقريب وجهات النظر. يعني أحد الوسائل التي يجب أن نستخدمها بشكل مسؤول وفعال من أجل خدمة يعني العمل الوطني بشكل عام. أشكر لك جزيل الشكر الأستاذ إدريس حمد، عضو المجلس المركزي وعضو إدارة العلاقات الخارجية في جبهة التحرير الإريترية. وبالتأكيد سيكون لنا لقاءات كثيرة مع التنظيمات وكل من هو في ساحة العمل الوطني. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. تحياتي. فره ومدانا واسف دولتو حشاشات وسكي من هقيا أمان اللي شعبنا للرحمن شعبنا اللقبتو واللقبت حالتو لا تحزنن الله أنا مشتاتو بدير استعمار أفكار يومن أفياتو وحنا قلقينا غسل قلوب مرباتو كافلناه كارا
حرمناه انبديبو اللي نايتو واللي نايكاتو ومع الأمان الشعب وحيد قبتو يتر أو متهرقاتو يتر أو متهرقاتو الشعب قنص وكوني هو لتقالي أمع الشعب قنص وكوني هو لتقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي أمع الشعب قنص وكوني هو لتقالي أمع الشعب قنص وكوني هو لتقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي شعب انت قاما فتح من دي وديه شعب انت قاما فتح من دي وديه مطور حد من مبطر وحد من دي سديه خايم من تولد أمر تاريخ وصول تهاجيه حنا نوسنا الثاني من قبلاتي للتاكي حنا نوسنا الثاني من قبلاتي للتاكي من تخاين من تطيل ماي من تخاين من تطيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي من تخاين من تطيل ماي من تخاين من تطيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح نهب قبت حيسنا لعب شو ما تتمرح واحنا سين بتزحنا بدستورة المقراح ابدا نحب بدينا وبترقبنا جقاح إلا ناينا بناتا يمرح وين تمرح إلا ناينا بناتا يمرح وين تمرح من تخاين من تطيل ماي من تخاين من تطيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي من تخاين من تطيل ماي من تخاين من تطيل ماي نواي كاي تتالي الحوام موعلاي من اللي تباسو نتباس من اللي تعارو نتعاري من اللي تباسو نتباس من اللي تعارو نتعاري كم مرحونا نتمرح يندلوينا ليلي لما نقبع وقلب كم من واين التالي يوم لا تتبصحنا وكرعتنا حلالي يوم لا تتبصحنا وكرعتنا حلالي أمع الشعب قنص وكوني هو لتقالي أمع الشعب قنص وكوني هو لتقالي سند اللولة لإلي كم نواي للتالي سند اللولة لإلي كم إنساي لتوالي فتن وقليلي شعبنا بمشي تتالي شعبنا فتن وقليلي شعبنا بمشي تتوالي فتن وقليلي شعبنا بمشي تتالي
وطن وعليني عنا قمشي تتالي صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة هذا اليوم. إلى لقاء جديد بمشيئة الله يوم الأربعاء المقبل. أستودعكم الله وكل عام وأنتم بخير.